مرحبا بكل من يبحث عن الحقيقة. مرحبا بكم أيها المستكشفون الجريئون. نرحب بكم في سلسلة ما وراء الطبيعة، حيث سننغمس في عالم محفوف بالألغاز والغموض. هنا سنناقش بعض الألغاز والتي انتشرت في الفترة الأخيرة بشكل مرعب. فلماذا يحدث ذلك؟ هل هو لتحذيرنا من أشياء خارقة للطبيعة؟ أم هناك أهداف أخرى؟ هذا ما سوف نعلمه في سلسلة ما وراء الطبيعة. هيا بنا لنبدأ. كائنات فضائية طبعا بطرق مضحكة. صواريخ لم تصل إلى القمر وربطها بسطحية الأرض. هل هذا معقول؟ زلازل وبراكين وأعاصير تضرب العالم. هل هو غضب من الله؟ أم هناك قوى أخرى خلف هذه الكوارث؟ وكيف هذا؟ وهي أمور تقع بقضاء الله وقدره وتدبيره لحكم بالغة وغايات حميدة، ويعذب بها أقواما ويرحم بها آخرين، وله الحكمة في ذلك. فانتشر مع هذه الظواهر والكوارث ما سوف يقنعك أن كل هذا يحدث بتدبير قوى خفية هي التي تعمل. ليس هذا من عمل الوحيدين، فكيف يصفون إلها آخر يتحكم بالكون؟ وإن استطاعوا أن يصنعوا مثلها فلن يستطيعوا بنفس القدرة الإلهية. فإن استطاعوا أن يتوصلوا إلى صناعة الأمطار فذلك في مكان محدود، ولا يستطيعون أن يصنعوها حتى تصل مرحلة الضرر. فلماذا الإقناع بمشروعها؟ هل سيكون هو الإله أم من سخرك؟ أم البداية هي إقناعك وتأهيلك لتفسير الظواهر الربانية بأن صانعها هو الإنسان؟ فهذا يكفي لإبعادك عن الدين. الأرض مسطحة أم كروية؟ وتفسير آيات الله حسب مصادرك لتقتنع أنك كنت ضحية لقوة شريرة أخفت عنك الحقائق. فلتعلم يا صديقي أن الملحد يقوم باستخدام آيات قرآنية ليقنعك أن بها أخطاء. فهل هذا معقول؟ لا يا صديقي، هو لا يريد إقناعك. هذا كان في الماضي، أما الآن في ظل توغل السوشيال ميديا فهو يضع أمامك الأكاذيب ثم يأتي بالآيات القرآنية وأنت بدون علاء ستظن أنها ذكرت بالقرآن الكريم، وهي عكس ذلك تماما. فتفسير الآيات ليس من الأهواء أو بما تفهمه. هل هذا صحيح والأرض مسطحة أم أنها فعلا كروية؟ تابع إلى آخر السلسلة من ما وراء الطبيعة واترك لنا تعليقك. فأصحاب نظرية المؤامرة يروجون أن قوى الشر تريد قتل العالم، وهذا ما يسمى المليار الذهبي. نحن لا ننكر وجود كل هذا ولا ننفيه، ولكن نفكر بطريقة أخرى. إذا افترضنا وجود هذا المشروع فهل من الصعب أن يصنع لك فيروس قاتل وأكثر قوة من فيروس كورونا؟ ليس صعبا يا صديقي. ليس هذا فقط، بل يستطيع أن يصنع بعوضة إلكترونية، وهذه ليست أول مرة، وترويجها بهذا الفيروس الفتاك وإطلاقها لقتل وتخفيف عدد الشعوب ليصلوا إلى المليار الذهبي. ولكن بنفس النظرية، نظرية المؤامرة، إذا فعلوا كل ذلك وأنك تظن يا صديقي أنك ستقتل عن طريق هذا المصل أو اللقاحات، هذا يكفي ليصل إلى أهدافه فهو جعلك ترفض العلاج. هذا احتمال يا صديقي، ولا ندري، من الممكن أن تكون الحقيقة، ولكن عليك التفكير في هذا. يكفي للقضاء على البشرية امتناعك عن اللقاح. ليس هذا كل شيء. ستجد من يطلق على نفسه دكتور
في علوم ما وراء الطبيعة أو دكتور فلك أو خبير أمراض، لماذا لم تسأل نفسك يا صديقي أن يكون هؤلاء جنود لهم ينقلون أخبارهم في صورة نبوءات، إنهم يقرؤون لك ما يؤمن عليهم لتأهيل العقول لما هو قادم؟ سنرى كل هذا ونجعل الحكم لك. هل تملكون القدرة على فك شفرات اللغز؟ هل تملكون القدرة على فك شفرات الغموض؟ فلنضيء معا على الحقائق المحيرة ونبحث عن الجوانب الخفية القادرة على توجيه حياتنا وقدرتنا. العالم عبارة عن 5% يحكمون العالم، و15% يتم تحريكهم مثل العرائس، و5% يعلمون الحقيقة، و75% نائمون. ما يحدث الآن يا صديقي هو محاولة 15% في منع 5% الذين يعلمون الحقيقة من إيقاظ 75%. هيا بنبدأ.